ليه بتلتزم مع الناس اللي حواليك وبتخون نفسك؟ وهل انت بتحترم نفسك؟ وده اللي هنحاول نجاوب عليه في الفيديو ده. متنساش اللايك والسبسكرايب. طيب لو اتفقت مع واحد انكم انتوا تتجمعوا مع بعض الساعه 9، اكيد هتروح 9 او قبلها بالظبط عشان ما تتاخرش عليه. مش هتتاخر الا لو في عذر بجد. لو قررت انك انت تنام الساعه 9 او تخصص وقت انك انت تتمرن فيه، هل هتلتزم في الحاجات دي بنفس الجديه؟ وده اللي خلاني اسال كم مره اخذت قرار انك تنجز حاجه في حياتك، انك تذاكر او تشتغل على حاجه خاصه بك انت، والحاجه دي هتطورك او تخليك شخص احسن وممكن يطلع لك فلوس، بس انت كنت بتتساهل وبتاجل وبتاخر ومش بتلتزم وبتلجا للتسويف والتكاسل. لكن الموضوع لو موجه لشخص ثاني بتلاقي نفسك منضبط وملتزم، حتى لو الموضوع انت ما تعرفوش ومالكش فيه خبره اصلا، ومستعد انك تتعلم عشان تساعد الشخص ده. كانك بتقول لنفسك كل الناس اللي حواليا دول اهم مني، وهي الدايره دي بتقلل اهتمامك بنفسك ويقل احترامك ليها، ويبقى احترام الناس عندك اهم واولى من احترامك لنفسك. طيب ايه هو التأثير اللي هيجي عليك لما تقلل احترامك من نفسك؟ اول حاجة ثقتك بنفسك هتقل وهتختفي مع الوقت. تخيل انك انت تطلب من واحد طلب والطلب ده مهم بالنسبة لك، والشخص ده بيقول لك حاضر، بعد كام يوم بيسيب موضوعك ده وبيشوف موضوع تاني، هل هترجع تطلب منه تاني وانت واثق فيه؟ اكيد لا. فما بالك انت قاعد تخسر ثقتك بنفسك وعلاقتك معها، وتكون انت اقل شخص ممكن تثق فيه. تقول لنفسك انك مستحيل تنجز وتتطور وتنجح، وانك فاشل طول الوقت. ده اللي يخليك واقف مكانك ما بتتحركش. والاخطر انك تقعد تتفاوض مع نفسك. يعني انت مثلا قررت انك انت تسوي رياضه لمده ساعتين، مع اول نص ساعه تبدا تتفاوض مع نفسك، لا بكره بكمل، عم اليوم ما نمتش كويس انا، وطبقه الاوزون فيها مشكله، طب لازم اروح اصلحها طبقه الاوزون دي. بتبدا بتدور على مهرب ليك من الموضوع ده، وده من علامات انك ما بتحترمش نفسك، لانك لو بتتدرب مع مدرب هتقوم وتروح، مش هتتاخر ومش هتتفاوض معاه. والموضوع ده برضه بيدخل مع علاقتك باللي حواليك، بدل ما تحط حدود واضحه تناسبك انت، بتلاقي نفسك بتتنازل وبتتفاوض مع نفسك لدرجه انك بترهق نفسك. طيب ايه الحلول؟ اغلب الحلول اللي هنا المطلوب منك انضباط عالي، وانك تكون مصمم وعنيد انك تنجز الموضوع ده. اول حاجه حدد مقياس واضح وثابت. اول ما تقول هبدا اعمل رياضه، حدد التزام واضح، نص ساعه، ساعه، 5000 متر جري. ده اللي هيساعدك انك تتطور، لان الحاجه اللي تقدر تقيسها تقدر تتطور فيها. هتكون انت عارف نفسك فين وعارف قد ايه بتتطور وفين هتوصل. ثاني حاجه ضروري ترجع تبني الثقه بينك وبين نفسك. ممكن تبدا بخطوات صغيره تبدا تلتزم بيها، تعمل لنفسك روتين، يعني كل يوم تقرا صفحتين من القران وتلتزم بيهم عشان تبين لنفسك انك ممكن تلتزم، وانك لو قلت هتعمل. الحل الثالث ما تكسرش السلسله. هتيجي عليك ايام هتلاقي نفسك مش عايز تعمل اي حاجه، الايام دي هي الاهم، لانك لو التزمت في الايام دي ونفذت الخطط بتاعتك وماشي على الروتين بتاعك زي ما انت، هنا تكون وصلت لقوه خارقه. وضروري تكافئ نفسك على الانجازات حتى لو كانت صغيره، عشان تبين لنفسك انك انت بتقدرها وبتقدر المجهود اللي انت بتعمله. واهم حل انك تتعلم ازاي تحط حدود للناس اللي حواليك. في مساعده ايجابيه وفي مساعده سلبيه. السلبيه انك تخسر نفسك، انك تستنزف طاقتك وراحتك وصحتك من راحه بال. ضروري تحط احتياجاتك قبل احتياجات باقي الناس، وما ساعدتش نفسك قدام مش هتقدر تساعد اي حد. عشان كده انت اولى، وشغفك واهدافك اولى. لو مش عارف ايه شغفك وهدفك في الحياه، في فيديو هنزله عن الموضوع ده. لايك وسبسكرايب في رعايه الله.